منى فندي أو مازنة إسماعيل، من مواليد يناير سنة 1956، مطربة ماليزية مغمورة، ولكن ذاع صيتها لما قامت هي وزوجها والمساعد بتاعهم بقتل شخصية سياسية مشهورة عن طريق السحر والشعوذة. لو عايزين تعرفوا تفاصيل القصة المخيفة دي إيه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. بتبدأ القصة لما كانت بتتمنى منى فندي إنها توصل لعالم الشهرة والغنى، وخاصة إنها كانت بتتمتع بصوت جميل جدا، ولكن اتصدمت منى لأنها معرفتش تحقق الحلم ده ولا توصل ليه. وحاولت كتير توصل لحلمها ده في فترة التمانينات، ولكن واجهت منى فندي مشكلات كتيرة. أولها إنها ما كانتش غنية وما كانتش بتملك أي فلوس خالص، وتاني مشكلة إنها ما كانتش جميلة، وده كان ممكن يشفع لها للوصول لحلمها، وكانت كمان سنها إلى حد ما كبير شوية. وفي يوم من الأيام قابلت منى واحد اسمه محمد فندي، كان معجب بيها وموهبتها، وقرر إنه يتبناها فنيا، وخاصة إنه كان غني جدا، وفعلا اتجوزها وأنتج ليها شريط غنائي، واختار لها اسمها الفني الجديد وهو منى فندي. ولكن الألبوم للأسف ما نجحش، وقررت منى فندي إنها تسيب مجال الغنى ده إلى أجل مسمى، وقررت إنها كمان تتعلم فنون السحر وممارسة السحر الأسود لتحقيق أمنيتها. وفعلا مارست منى السحر الأسود، وبدأ يذيع صيتها وفتحت عيادتها الروحانية الخاصة بيها، وكان بيتردد عليها دايما شخصيات سياسية ومشهورة في ماليزيا. وفعلا جمعت منى فندي في وقت قصير جدا فلوس كتيرة جدا، وبقى عندها عربيات وقصور ومجوهرات. وفي الحقيقة إن منى ما كانتش بتملك أي قدرات خارقة، ولكن كان عندها قدرة كبيرة على الإقناع والتأثير. من ضمن الناس اللي كانت بتتردد على منى شخصية مشهورة ومرموقة اسمه مزلان محمد، واللي كان بالرغم من مكانته السياسية والثقافية إلا إنه كان مؤمن جدا بقدرات منى على مساعدته في تحقيق حلمه في إنه يتولى أعلى المناصب وتوليه رئيس دولة ماليزيا. ساعدت منى وزوجها محمد فندي والمساعد بتاعهم حسن مزلان بإنهم أقنعوه إنهم هيدوله قبعة كانت بتاعة الرئيس الأندونيسي السابق، وإن فيها تعويذة بإمكانه إنه يستخدمها في تحقيق طموحاته، وكل ده مقابل مبلغ 2.5 مليون. وفعلا دفع حسن مزلان نص مليون وملكية 10 أراضي، وبكده أصبح إجمالي المبلغ المدفوع لمنى فندي حوالي 2 مليون. وتم تحديد ميعاد لمزلان لعمل طقوس تطهير لروحه في بيت منى فندي بالليل، وأكيد ما كانش حد يعرف عن زيارات مزلان لمنى عشان ما تتأثرش سمعته كسياسي مرموق. وفعلا راح مزلان في الميعاد المحدد، واستقبلته منى وطلبت منه إن يمدد جسمه على ترابيزة كبيرة وغطت جسمه بالورود، وطلبت منه إن يقفل عينيه. وأول ما قفل عينيه شاورت منى للمساعد بتاعها، فضربوا بفاس حاد على رقبته وفصلها عن جسمه. وقاموا التلاتة منى وزوجها والمساعد بتقطيع جثته ل 18 جزء، ودفنوه في مخزن قريب من بيتها، وقاموا بأكل أجزاء من لحم الجثة، وده كان جزء من طقوس سحرية وقربان للشيطان. واللي حصل ده كان سنة 1993. بعدها عاشوا التلاتة حياة طبيعية جدا كأنهم ما عملوش أي حاجة، وبكده منى بقت تملك 2 مليون، وبدأت إنها تعمل عمليات تجميل، واشترت عربية مرسيدس أحدث موديل. وبدأوا أهل مزلان يدوروا عليه، ومعرفوش يوصلوا لأي حاجة عنه لأن مفيش حد كان يعرف علاقته بمنى فندي. وفي يوم تم القبض على المساعد بتاعهم عن طريق الصدفة في مخالفة عادية، وأول ما اتقبض على المساعد خاف جدا واعتقد إنه قبضوا عليه عشان قتل مزلان، وفعلا انهار واعترف بكل حاجة وسط ذهول أفراد الشرطة، لأنهم كانوا بيحققوا معاه في حاجة تانية خالص مش في قضية قتل مزلان أصلا. واعترف مساعدهم على منى فندي وزوجها، وقال لهم على مكان الجثة فين، واتقبض على التلاتة واتحقق معاهم واعترفوا بجريمتهم، وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا سنة 1995. والغريب بقى إن الصحفيين كانوا مستغربين قوي من منى فندي وقت محاكمتها، إنها كانت بتظهر وهي بتبتسم ابتسامة غريبة ومخيفة قدام عدسات المصورين، وكأنها نجمة بتتصدر عناوين الصحف ومش قاتلة. كمان كانت بتلبس لبس بألوان زاهية وبتلمع، كانت بتشاور للصحفيين ورجال الشرطة وكأنها على السجادة الحمراء. وتم تنفيذ حكم الإعدام على التلاتة في 2 نوفمبر سنة 2001، وكان طلبهم الأخير قبل الإعدام هي وجبة كنتاكي، وكان عمر منى فندي وقتها 45 سنة.
قصر منى فندي موجود لحد وقتنا ده في ماليزيا، وبقى بيزوروا كتير من المهتمين بالظواهر الغريبة وما وراء الطبيعة. وأكد كتير من الزوار إنهم كانوا بيسمعوا صوت منى في القصر بتغني بصوت حزين ومخيف، وكانوا بيشوفوا انعكاس صورتها في مرايات القصر. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.